لان الناس دي قايمه بواجبها على اكمل وجه. وانت لما جيت اشتكيت لي انا كان هيغمى عليا. كان عندنا زياره بنسلم فيها اكتر من 50 مستثمر يستلموا اللي هم اتعاقدوا على مدار 6 شهور فاتوا. جايين طبعا عملنا طبعا الارض، البنيه التحتيه والشبكات، وزرعنا. كنا على مدار 6-7 شهور بنتابع معاهم احنا بنعمل ايه وتطورات اعمال البنيه التحتيه والتجهيزات والزراعه، لحد ما زرعنا. تمام. وجزء من الناس بداوا يدفعوا بقى الرعايه والاشراف والخدمه بقى، لان ما بعد الزراعه هو اهم من الزراعه. ففي احد المستثمرات في تنظيم الزياره قالت لي ايه: استاذ محمد اهدى شويه، هدي اعصابك شويه، انت حامي وحنبلي ليه؟ الكلمه دي من ساعتها، طب دي حاجه حلوه، حاجه ايجابيه ولا حاجه سلبيه؟ كل المهندسين بفضل رب العالمين ربنا كرمني ورزقني بافضل ناس بتشتغل معانا، ناس المديرين، المهندسين اللي في الموقع، النخالين، الاداره العامه للشركه، اداره الموقع، حتى العمال المحترمين اللي شغالين في منظومه الري ومنظومه التسميد ومنظومه الخدمه ومنظومه النظافه. شايفين حجم انجاز كبير بيتم على الارض. حتى العملاء لما بييجوا بينبهروا، وانا بقول له هي الناس بتنبهر بايه؟ مره كده بتكلم مع مدير الموقع بقول له الناس منبهره وانا طول اليوم عمال ازعق. يقول لي ما حضرتك ما بتشوفش غير نص الكوبايه الفاضي. احنا عندنا العملاء استلموا في موعدهم، خدمه مستثمرين شغاله على اعلى مستوى. باشمهندس ابراهيم ما بيأثرش مع اي حد بفضل الله، ما عندناش مشاكل اللي عند الشركات والعميل بنتنبأ باللي ممكن يتضايق منه المستثمر، وبنعمل له بلان ونبدأ نشتغل فيه ونحله. دايما ما بتبصش غير لنص الكوبايه الفاضي. بقول له احنا كلنا شغالين وبنعمل اللي علينا علشان نص الكوبايه المليان. الموظف بياخد مرتبه عشان يعمل المهمه اللي اتوكلت ليه بافضل ما يكون. المدير بياخد مرتبه، السيلز بياخد عمولته، المهندس بياخد مرتبه وحوافزه ومكافآته وكل حاجه بناء على المرتب اللي بيقبضه. فده نص الكوبايه المليان. نص الكوبايه الفاضي بيعرضك لمخاطر كبيره جدا احنا في غنى عنها. فنص الكوبايه الفاضي ده هو هلخصه لكم في 3 حاجات. الحاجه الاولانيه، ربنا بيقول في بدايه سوره المائده: يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. يعني الوفاء بالعقود مواعيد التسليمات. الوفاء بالعقود ان انا اعمل نخله محترمه كاني اللي هزرعها في بيتي او في ارضي، ان انا اعمل مواصفه فنيه للشبكات اجيبها من مكان معتمد متصنعه من خام البيور، ان انا الاداره اللي ماسكه تركيب شبكات الري وهي بتشتغل لازم تبقى مراعيه كل حاجه في تقسيم الشبكات، في الميول والارتفاعات والانخفاضات اللي في الارض، في المعدل ضخ الميه في الشبكه اللي هتكفي النخل. تمام. وهو بعد 10 سنين، فلازم اعرف ال8 بوصه مصلوب على كام، وال2 بوصه اطواله في الارض قد ايه، لان انا لو عندي اطوال 2 بوصه في الارض النخل ده هيشرب زي الفل اول 2 سنين وبعد كده مش هيشرب. فانت لازما في مناسيب معينه وفي ضخ معين لازما تبقى اقل حاجه. مش هدخلكم في تفاصيل لان انا مش فاهم في القصه دي قوي، لكن انا بجيب مهندسين يرسموها. فهتلاقي اطوال ال2 بوصه ما تعديش 30 متر. دايما عندنا النخله ديت اقصى حاجه ليها كل 3 نخلات على خرطوم 16، وبعد كده مخطط كمان 2 أو 3 سنين هيبقى لكل نخله خرطوم 16. فانا هطلع لكل نخله خرطوم 16 لو انا عامل شبكات مظبوطه. لو انا عامل شبكات مظبوطه اقدر اطلع لكل نخله بعد 2-3 خرطوم لوحدها يرويها لوحدها. فهل انا عامل ده في الارض؟ ده نص الكوبايه الفاضي. التفاصيل نص الكوبايه الفاضي ان انا تفاصيل الري ببرامجه، التفاصيل التسميد بمواعيده وتوقيتاته وكمياته، التفاصيل في نظافه الارض واي مناطق بقى يظهر فيها حشائش ابدا اتعامل معاها اول باول علشان ما تتفاقمش بعد كده ويبقى عندي غاب ويبقى عندي حشائش مستديمه في الارض.
تفاصيل التفاصيل، الحاجه اللي المستثمر او صاحب الارض او انا لما اجي احس ان انا مرتاح. لو انا ارتحت يبقى صاحب الارض هيرتاح، لان انا لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. ده نص الكوبايه الفاضي. نص الكوبايه الفاضي ان انا دايما ابقى مهموم. لو انا عندي 10 فدان بصرف عليهم واشتريتهم، مستني بعد سنتين 3 4 ابدا اكسب، فلازم اقعد طول الوقت مهموم، لان انا بصرف زي اللي داخل جمعيه بيفضل حاطط ايده على قلبه ان هو يجي يقبضها. فلازم ابقى مهموم بالارض دي كلها، ابقى مهموم بكل تفاصيل النخل. دي النخل مثلا دي ارض احنا زارعينها من حوالي 6 شهور او 5 شهور، وبدانا نشيل الاكياب. ابقى مهموم دي كبهه ما تشالش ليه؟ دي كبهه ما تشالش ليه؟ نبتت ولا ما نبتتش؟ عملت مجموع جذري، جدرت صح ولا ما جدرتش؟ ابقى دايما صاحي. فدايما بقول لهم انا نفسي مدير يبقى شبهي. ما هو ممكن التوتر ده برضو بيبهدل الدنيا وبيجيب امراض، ولكن وحملها الانسان. ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها وحملها الانسان. هقفل الحوار واحنا برضو قاعدين وحوالينا اكتر من 50 مستثمر. واحد كان باعت والده يشوف الارض، فراح الارض، فرجع قال لي كانت تقريبا راحه والمغرب دخل فبدات الدنيا تضلم. فرجع قال لي استاذ محمد، انت بتقولوا انتوا بترووا النخل اللي لسه مزروع بقاله اسابيع، بتروه كل يوم، انا ما لقيتش الارض بتاعتي مرويه. يعني والله كان هيجي لي تشنجات. قلت له ازاي؟ دي القطاعات دي كلها لو 1000 قطعه، كل قطعه لها حد مسؤول عن الري بتاعها. ومعنى ان قطعتك ما تترويش الريه المطلوبه منها او الريه اللي هي في البرنامج والجدول بتاعها، دي خيانه امانه. مين هيتحملها؟ رحت جايب مدير الموقع ومدير قطاع خدمه المستثمرين وعمال الري والعميل، وقلت له اطلعوا، في قطعه ما اتروتش، يعني في جنايه هتحصل النهارده، تحملوها، مش انا اللي هتحملها لوحدي. ففضلت متوتر اكتر من نص ساعه لحد ما راحوا الارض ولفوا عليها. بيقولوا لي والد المستثمر ده لف عليها جوره بينزل، لان طبعا عندنا الارض بتاعتنا ارض رمليه، احنا بنروي كتير، بنروي بشكل يومي، فلازم ان بيتعمل مجسات. يعني مدير الموقع انا معلمه اللي هو مش زراعي، ازاي يعمل مجسات بايده تحت كل نخله عشان خاطر يقيس درجه الرطوبه بشكل معين، عشان الرطوبه تبقى مستديمه تحت النخله. لازم تاخد معدلات ري يومي. بدانا النهارده نعملها بشكل متقطع، بدل ما ناخد ساعتين او ساعتين ونص على مدار اليوم، ناخد الساعتين دول مرتين في اليوم، مره الصبح مره عشان نضمن الرطوبه، مره اخر اليوم. فرجع بيقول لي احنا عدينا على نخله على الارض، نخله تقريبا هو كان بيحط ايده في مكان بعيد عن النخله، فمعرفش كان بيعمل مجسات. بيقول لك الارض ما تروتش. بيقول لي مشينا على كل نخله لقينا كل نخله مرويه والارض تحتها رطبه ومفيش نخله مش مرويه. قلت له اشكر الناس دي بقى، لان الناس دي قايمه بواجبها على اكمل وجه، وانت لما جيت اشتكيت لي انا كان هيغمى عليا عشان اقول لكم الموقع ده بيدور ازاي. فعشان كده كل مستثمر لما بيجي يمضي عقده بقول له خلي بالك، انت ما بتمضيش عقدك بتجري، ما بتشتريش كيس شيبسي ولا بتشتري شقه ولا بتشتري موبايل، حضرتك بتشتري معانا شراكه استثمار. فلو انت هتاخد مننا ارض واحنا هنديرها لك، ادعي لنا بقى، افتكرنا بالدعاء، لان يا جماعه الموقع ده الشغل في الصحراء صعب فوق الخيال. يعني مش انا لما باجي هنا باجي يومين في الاسبوع، ولما بدخل موقع بقعد اكتر من ساعتين الف على كل النخل والف على كل التفاصيل واسجل واروح حاطط على جروب المديرين علشان كل واحد ملحوظته ياخدها. رغم ان انا بحاول اهرب من عمليه المايكرو مانجمنت دي، بدانا المديرين والناس عندنا بداوا هم يخشوا في التفاصيل في كل حاجه، ولكن بقول له انت استثمرت معانا وخدت عندنا قطعه ارض، ادعي لنا، ما تفوتش صلاه لما تدعي لنا، لان احنا قاعدين على نوايانا وقاعدين على دعواتك لينا. كل ما انت بتدعي لنا واحنا بنعمل مجهود ضخم جدا، احنا هنبقى في امان. دي بس شويه او دي جزء من الهموم بتاعتي انا بشكل شخصي اللي انا حبيت اشاركها معاكم في الكلمتين دول، علشان اعرف كل مستثمر الارض بتاعته بتدار ازاي.